السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله نهارك كله بكل خير. ألتقيك في برنامجك المتميز أنا وأنت، معي أنا خديجة برهان، في موضوع جديد ومتجدد يفيدنا نحن النساء. كم مرة فكرتي أو فكرنا أو فكرت أنا نحن نبدأ مشاريع أو ندخل في مشاريع ونحاول نستغل فيها كل قدراتنا على الإبداع؟ يعني ممكن يكون مشروع طهي أو طبخ، ممكن يكون مشروع تسويق ومبيعات، ممكن يكون مشروع تجميل، أو يكون مشروع تعليمي. أكيد كلنا خاصة نحن النساء نحب ندخل عالم التجارة من الجانب اللي احنا نعرف نحن نقدر فيه أو نحن نقدر نبدع فيه. لكن أكيد كمان تواجهنا عقبة اللي هي رأس المال، وكيف أبدأ مشروعي، وكيف أكمل فيه، وكيف أخليه ناجح وأخليه مشروع عالمي وأتوسع فيه، وندخل فيه خيال وأفكار كثيرة جدا. لكن دائما نتوقف في هذا الخيال فقط، إن إحنا ما نخليه على أرض الواقع، ما يتحقق على أرض الواقع. ممكن يكون بسبب أنه ما عندنا رأس مال، ممكن يكون لأنه الناس اللي حولنا يقولون لنا ما راح تقدروا، وعالم التجارة عالم كبير وصعب جدا. ممكن يكون لأنه ما عندنا معرفة كافية كيف الواحد يبدأ البزنس أو التجارة الذاتية. يعني ممكن ما حد يعرف المحاسبة ورأس المال ودراسة الجدوى، وكيف الواحد يحسب الربح والخسارة، وكيف يسعر منتجه أو بضاعته، وكيف يسوق لنفسه كمان. في المهم عقبات كثيرة جدا، مو بس نحن النساء، حتى الرجال لو يبغوا يدخلوا في التجارة نفس المشكلة هذه تواجههم. لكن نحن تحديدا النساء بصعوبة ندخل عالم التجارة ونحن حاطين يدنا على قلبنا. وإذا مشينا في الموضوع شوية وبدأنا فيه نستمر نمشي فيه ونحس بالتعب، إما أن نحن نكمل، إما أن نحن نتوقف، وإما أن نحن نخسر، وإما أن نحن نحبط، وبهذا الشكل. لكن اليوم أنا راح أكلمك عن تجارة ما فيها خسارة، وتجارة مربحة جدا 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 جدا، وتجارة ممتعة. شوية هي متعبة لكنها ممتعة جدا. تجارة ما فيها وراها أي خسارة، بل بالعكس راح تكوني أنت الرابح الأول والأخير، وراح يربحوا الجميع أن أنت قمتي بهذه التجارة، وراح تشوفي أثر هذا الشيء على حياتك أنت وعلى أولادك وعلى اللي حولك كلهم. فالتجارة أنت اللي راح تبدأيها، لكن راح تشوفي نتائجها عليكي وعلى الجميع. في رأيك إيش ممكن تكون هذه التجارة أو هذا الاستثمار اللي أنا اليوم أبغاكي تكوني فيه شريكة معايا؟ الاستثمار اللي أنا أحب أني أنا أتكلم فيه معاكي هو الاستثمار في الذات أو الاستثمار في نفسك. هذا أعظم وجه من أوجه الاستثمار. ممكن تسأليني تقولي لي إيش معنى الاستثمار في الذات؟ إيش قصدي؟ استثمار في الذات يعني استثمري في نفسك، يعني أنت تشتغلي على نفسك فقط. طيب كيف يحدث هذا الشيء، وكيف ممكن يكون، وإيش معنى هذا الكلام، وإيش كيف أعرف أنا استفدت ولا ما استفدت، وإيش المجالات اللي أنا أستثمر فيها في نفسي؟ كثير من النساء مع الأسف الشديد ما يدركوا أنه هم عندهم طاقة هائلة جدا وقدرات معطلة كثير. وفي يعني في لحظات كثيرة جدا حتى أنا وإنت أكيد نفكر زي كذا، نحن ما نعرف نفسنا بشكل صحيح أو قدراتنا على الأقل. لكن الاستثمار اللي في نفسنا اللي أبغى أكلمك عنه واستثمار في الذات، إيش معناه؟ الاستثمار في نفسك اليوم معناها أنه أنت تجعلي مشروعك هو نفسك، رأس مالك هو نفسك، وتشتغلي على نفسك. تشتغلي على نفسك من خلال إيش؟ من خلال التعلم، من خلال أنك تتعلمي. ولما نقول دائما في كل لقاء وفي كل محاضرة تعلم، أقصد فيه أنا لا أقصد فيه أو ما أقصد فيه إنه هو تتعلمي عشان تاخدي شهادة أكاديمية أو شهادة من جامعة أو تخصص معين أو لأنه هذه نطاقات ضيقة أو مسارات ضيقة جدا يعني لتحديد قدرات الناس ومهاراتهم. فالدراسة الجامعية لما تخلصي منها هي بتقول لك الشهادة أنه أنت أنهيتي المقررات التالية، لكن ما بتقول لك أنه أنت هذه هي مهاراتك. ربما تكوني أنت أكبر من هذا كله. فاليوم أنا بقول لك استثمري في نفسك من خلال أنك تتعلمي. تتعلمي معناها إيش؟ تتعلمي العلم اللي أنت تحتاجيه،
العلم اللي يخدمك أنت الآن في الدنيا، العلم اللي يفيدك أنت في الدنيا، العلم الذي يفيدك في تعاملك مع أولادك، مع زوجك، مع نفسك في البداية ومع الآخرين. العلم اللي أنت تقدري تطبقيه مباشرة، مو يكون شيء تلخصيه في دفتر ولا في كتاب ولا في ورقة وتحفظيه وخلاص ويتنسى مع الأيام، ولما يتقادم عليه الوقت نقول خلاص كبرنا احنا على الموضوع. لا، اليوم أنت لما تستثمري في نفسك من خلال التعلم، معناها أنت لازم تسألي نفسك أنا إيش محتاجة في حياتي أتعلم. أكيد أنا وأنت وكثير مننا من النساء زينا نحتاج نتعلم أشياء كثيرة جدا، والدنيا والحياة أساسا بامتداد العمر إحنا نقدر نتعلم، لأنه العلم ما له نهاية. لكن أنا لازم أبدأ بشيء أساسي جدا. أول شيء لازم أبدأ أتعلم على اللي هو العلم اللي يفيدني أنا بصفتي مسلمة. أول شيء أبدأ أتعرف على ديني، وأتعرف على الأحكام الشرعية اللي أنا تمس حياتي واللي تمس علاقتي بالله سبحانه وتعالى في دائرة علاقتي مع الله، وأتعلم الجانب اللي يخصني في علاقتي مع الناس، كيف أتعامل مع الناس، كيف أصل أرحامي ومن أرحامي هدولا، كيف أتعامل مع جارتي، وكيف أتعامل كمان مع زوجي، هذا الشيء مهم جدا، وكيف أتعامل مع أولادي من ناحية شرعية طبعا أول شيء. طيب، وأبدأ أتعلم كيف كمان أتعامل مع نفسي، فأنطلق من هذه الثلاثة نقاط: كيف أتعامل مع الله، كيف أتعامل مع الناس اللي حولي على حسب تصنيفاتهم، وكيف أتعامل مع نفسي أنا. وبعد كده أنتقل لما أبدأ أتعلم هذه الأشياء وأضبط نفسي من هذا الجانب خلال فهمي أنا لواقعي أنا كامرأة مسلمة، كيف ممكن أعيش في الدنيا هذه. أبدأ أكمل الجوانب التالية. أبدأ أتعلم كيف أتعامل في حياتي الزوجية. طيب، هذا استثمار. احنا نفكر أن الزواج أنه رجل وامرأة يلتقوا تحت سقف واحد وخلاص، وهذا اللي يقولوا لنا يا أمهاتنا. أنا وإنتي تربينا على كده وعرفنا أنه الموضوع هو هذا الشكل، وما في شيء جديد يعني في الحياة. تطبخي، تنظفي، تكنسي، تروحي وتيجي، توجبي، تؤدي الواجبات الاجتماعية وخلاص. لكن الزواج هو أكبر من كده. الزواج استثمار أساسا. الزواج استثمار أنت تحطي فيه نيتك أول شيء، وتجعليه هو طريق سعادتك في الدنيا وسعادتك في الآخرة بإذن الله. فالطريق هذا أنا أحتاج أتعلم كيف أمشي فيه، فلازم معناها أبدأ أتعلم أول شيء إيش معنى الحقوق والواجبات اللي لي ولا علي مع زوجي، وبعدين أبدأ أتعلم كيف أتعامل مع هذا الرجل اللي أنا راح أعيش معاه طول العمر تحت سقف واحد، وأتعلم كيف أحل مشاكلي معاه، وأتعلم كيف أطور من مهارات التواصل مع هذا الرجل. وبعد كده أنتقل لتعلم تربية الأبناء. أنا محتاجة اليوم أني أنا أستثمر في نفسي أني أتعلم، بدل ما أروح أشتكي لأمي والأختي والجارتي والصاحبتي وأسأل أخصائي من هنا، ولدي لو سوى كده وبنتي لو سوت كده. أنا أتعلم هذه الأشياء وأمارسها. طب كيف أتعلم هذه الأشياء كلها؟ بالقراءة. لما نبدأ أقرأ أنا في مواضيع التربية، اللي أساليب التربية وليس اللي هو طريقة التربية، إنما أساليب التربية، وأحاول أجرب أشوف إن هي قابلة للتطبيق في بيئتي أنا مع أولادي، وأتعلم على هذه الأشياء وأطبق المهارات. وأي خطأ يحدث هو أعتبره معلم إضافي لي حتى أصحح مساري. فأنا اليوم بستثمر في علاقتي مع أولادي من خلال التعلم، لأن أولادي رح يكبروا كمان، فأحتاج أني أنا أتعلم كيف أتعامل مع ولدي وبنتي المراهقين، ولما يكبروا أكبر كمان كيف أقدر أتعامل معهم كأشخاص بالغين وأكون صديقة لهم قبل أن أكون لهم أم موجهة. هذا هو مجال الاستثمار في العلاقات. وأنتقل وأتوسع في هذا الجانب، وأتعلم كمان كيف أتواصل مع العالم من حولي من النساء والرجال والمجتمع كله، كيف أقدر أتواصل معهم بشكل إيجابي بحيث أني أنا أكون عضو مفيد. وأنتقل بهذا الاستثمار أني أنا أتعلم على نفسي، أكتشف نفسي من خلال إيش؟ من خلال المهارات اللي أحملها. طب أنا كيف أعرف مهاراتي؟ في رحلة التعلم أنت راح تكتشفي وتتعرفي على نفسك، وتدركي إنه في أشياء ما تعرفيها أنت عن نفسك، وراح تكتشفي إنه في أشياء تحبيها في الحياة أنت كنت تظني إنك أنت ما تحبيها، وراح تكتشفي إنه أنت في أشياء في الحياة ما تحبيها وأنت كنت تظني إني أنت تحبيها أو تعرفيها على الأقل. فرحلة التعلم هذه أعظم استثمار تستثمري اليوم في نفسك لما تبدأي تقرأي. طبعا هذا هو أول بوابة للاستثمار، إنه تقرأي، ترجعي تقرأي أو تبدأي تقرأي. ليش ترجعي تقرأي؟ لأن إذا كنت قبل كده كنت تقرأي وتوقفتي لأي سبب من الأسباب،
فأنا يأسفني أقول لك أنه أنت توقفتي بطريقة خاطئة، المفروض أنه أنت تستمري في القراءة حتى لو كان بمعدلات بسيطة جدا. يعني في أي جانب مثلا أنت يهمك في الحياة وتركزي على الجوانب القريبة جدا من حياتك ومن نفسك ومن شخصيتك في القراءة فيها. طب ليش تقرأي بشكل حتى لو كان بسيط؟ حتى تحافظي على الرتم فقط. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذه قاعدة في الحياة وليس في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة حياتية. بدل ما أترك كل شيء استمر في فعل نفس الشيء حتى بوتيرة قليلة جدا أو ببطء شديد جدا، لكن ما أنقطع عنه حتى أني أنا ما أنسى الموضوع كيف ماشي. فالقراءة هي أول البوابات للتعلم، والقراءة هي لازم تكون قريبة جدا من البيئة تبعي اللي أنا جاية منها. اليوم أنا ما أقدر أقرأ وأقول لك استثمري في نفسك واقرأي كتب مثلا ما تمت لواقعك بالصلة أو غير قابلة للتطبيق. ليش؟ لأنه كثير من الكتب ليش غير قابلة للتطبيق؟ لأنها ما تشبهنا. نحن المسلمات عندنا نمط حياة مختلف، طريقة حياة مختلفة، ضوابط مختلفة، عندنا نظام وحدود في حياتنا، فنحن ما نقدر نخرج برا هذه الأشياء ونستبيح ونبيح لأنفسنا كل شيء نقرأه. لذلك هنا القراءة اللي هي من أجل تنمية الذات أو تطوير مهارات الذات هي شيء أساسي جدا وشيء مهم جدا نحن نمارسه ونطبقه في حياتنا. فالقراءة لازم تكون مثل خلينا نقول مثل الهواء بالنسبة لك اليوم. أنا وإنتي اليوم لو نبطل نقرأ أو نتوقف نقرأ أو نكون كسلانين في مسألة القراءة، معناها أن نحن قاعد نخسر كل سنة من عمرنا بجهل فقط. الكثير من المشاكل في حياتنا نحن النساء من فين هي جاية لنا أو تصيبنا؟ هي جاية بس من منطلق الجهل وليس من العلم. لأن الإنسان كل ما تعلم هو بيتطور، وبيتطور يعني بيتعلم أكثر كيف يحل المشاكل، كيف يتجاوز الصعوبات، كيف يوجد الحلول، كيف يوجد البيئة اللي تناسبه أو الواقع الذي يحبه. الواقع اللي أنت تتمني تعيشي فيه واقع مريح، واقع سعيد، واقع مثالي مثلا، أو أيا يكون في خيالك، ما راح تقدري تحققيه اليوم إلا إذا استثمرتي في نفسك من خلال التعلم. والتعلم هذا ما راح يصير إلا من خلال القراءة ومعرفة كيف أقرأ ومن أين أبدأ هذه القراءة. خليني أوقف معاك شوية فاصل قصير جدا وأرجع أكمل معاك هذا الموضوع المهم حتى نشوف كيف أقدر أنا اليوم وأنا وإنتي اليوم نستثمر في نفسنا استثمار عظيم وبدون أي خسائر، بل بالعكس أرباح متواصلة جدا وأثر واضح جدا على من حولنا بسبب نحن اخترنا الاستثمار في أنفسنا قبل ما نستثمر في أولادنا ولا أزواجنا ولا نستثمر حتى في أموالنا. فلا تروحي بعيد، خليكي معي. رجعنا البعض بعد الفاصل نكمل موضوعنا الشيق عن الاستثمار في الذات. لما تبدأي تقرأي القراءة نفسها، أول كتاب راح تقرأيه هو راح يقودك للكتاب الثاني، الكتاب الثاني راح يدلك على الكتاب الثالث، والكتاب الثالث راح يدلك على الكتاب الرابع، وهكذا. انتي فقط ابدأي بأول كتاب، لا تجلسي تسألي نفسك وتحيري عمرك وتعبي نفسيتك بسؤال إيش أبدأ أقرأ أو كيف أقرأ أو من فين أبدأ. المهم إنك ابدأي من أي مكان. ابدأي من أبسط مشكلة مثلا قاعد تمر عليك في حياتك وتعلمي بالقراءة كيف تحليها بنفسك وكيف تجربي إنك تحليها بطريقة صحيحة. هذه البداية بحد ذاتها رح تساعدك بإذن الله تعالى إنك تعرفي طريقك من أين يبدأ. لأن اليوم أنا وإنتي ما نقدر نقول نبدأ من هنا ولا نبدأ من هنا. ما أقدر أقول لك اليوم أو أرشح لك أقول لك اقرأ الكتاب الفلاني ولا الكتاب العلاني. أنتي أعرف الناس بنفسك إيش تحتاجي تقرأي. القراءة زي الدواء، أنتي اللي تعرفي أي نوع من الدواء اللي تحتاجيه. أو خليني أبتعد شوية عن مثال الدواء، القراءة مثل الفيتامين. شوفي أي فيتامين أنتي ناقصك اليوم ابدأي فيه. لما تبدأي تقرأي راح تغير نظرتك للحياة. أول شيء راح تشعري إن أنتي بدأتي عقلك يتوسع، لأن الإنسان لما يبدأ يقرأ بطبيعة الحال ما بيرجع نفس الشخص اللي كان عليه قبل القراءة، وهذا معروف. لما تخلص الكتاب اسألي نفسك هل أنا الآن لما خلصت هذا الكتاب هو نفس الشخص لما بدأت فيه هذا الكتاب؟ حيكون الجواب بالتأكيد لا، لأن القراءة راح توسع مداركك، راح توسع أفقك، وراح توجد عندك أسئلة كثيرة تحتاج إجابات.
في الإجابات ما راح تلاقيها إلا من خلال القراءة. نحن نقول القراءة هواية، مع الأسف الشديد القراءة مش هواية أو ليست هواية. القراءة هي واجب، هي زي الأكل والشرب، زي الهواء، هو لازم، شيء أساسي جدا. نحن لأنه صارت القراءة عندنا هواية أصبحت المسألة اختيارية، أقرأ ولا ما أقرأ. لكن لما نعرف أن القراءة هي شيء أساسي من ضمن أساسيات الحياة، خلي الدراسة تتوقف لكن القراءة لا تتوقف، رح نعرف تماما أن القراءة بتغير الإنسان تماما. المهم أرجع أقول لك ابدأي بالقراءة. القراءة رح تخليك شخص مختلف تماما، ولما تخلص الكتاب رح تعرفي تماما الكتاب التالي إيش رح يكون، وهكذا. إذا كان عندك أبناء في عمر معين مثلا وتحتاجي أنك تكوني موجه ومرشد لهم اليوم وتكوني صديقة لهم، معناها أنت محتاجة تقرأي في كتب التربية حتى تتعلمي أساليب التواصل معاهم، حتى تعرفي كيف هم بيفكروا في هذا الجيل، بدل ما تجلسي تقارني نفسك فيهم وتقولي مثلا أنا لما كنت في عمرهم كنت أسوي كذا. الجيل هذه الأيام مختلف تماما. بدل من هذه العبارة لازم ندرك أن كل جيل هو لغة مختلفة تماما، يعني طريقة فهم للحياة مختلفة. فلازم معناها أنا أتعلم، مو هم اللي يتعلموا كيف يتواصلوا معايا، لا أنا اللي لازم أتعلم كيف أتواصل اليوم مع أبنائي. لما أبدأ أتعلم مهارات التواصل مع أبنائي راح يكون مداركي متوسعة جدا، وحكون قادر على التواصل مع هذه الفئة العمرية، وأني أنا أكون صديقة لهم قبل أن أكون لهم أم. وإحنا عارفين إيش معنى اليوم أكون صديقة لأبنائي، معناها راح أكون أنا الظل الآمن لهم، وأنا راح أشعر بالأمان لأني أنا صديقة لهم قبل هم ما يشعروا هم بالأمان معايا. إذا كنت متزوجة وعندك، بغض النظر أن يكون عندك مشاكل مع زوجك أو ما عندك مشاكل، أنت محتاجة تقرأي كيف تتواصلي، أو تقرأي في فن التعامل مع الرجل، أو كيف تتواصلي معه، أو كيف يفكر الرجل. لأنه الكثير من المشاكل مثلا في الحياة الزوجية مع الأسف الشديد هي سوء فهم فقط، مو أكثر من كده. ما في لغة واحدة. المرأة تفكر أن الرجل يفكر زيها، والرجل يفكر أن المرأة تفكر زيه. المرأة تفكر أن الرجل ينظر للحياة بنفس الطريقة أو بنفس الزاوية، والرجل يفكر نفس الشيء، فيتصادموا في النص. طيب مين اللي محتاج يعرف هذا الفن هذا؟ أنت كامرأة، لأن المرأة تتميز بالمرونة وقدرة على التعلم. فأنت اليوم لما تتعلمي فنون التواصل الزوجي، فنون التواصل مع زوجك والتفاهم وبناء حياة سعيدة وبناء خطط لمستقبلكم مع بعضهم البعض، معناها أنت اللي راح تكوني مرتاحة في علاقتك. اليوم لما تواجهك مشكلة لا سمح الله مع زوجك، لما تفكري أنت كيف تحليها من خلال ثقافة معينة زوجية توجديها داخل نفسك، معناها أنت قاعد تخطي خطوات كبيرة جدا واسعة في سلم الاستثمار والنجاح في الحياة الزوجية. طيب والناس كمان لهم حصيلة جيدة في هذا الجانب. لما نتعلم نحن كيف نتعامل مع الناس اللي ما نحبهم، كيف نتواصل مع الناس اللي نحبهم، كيف نعرف الناس كيف يفكروا وكيف يشعروا، كل هذا ما نقدر نعرفه إذا احنا اليوم ما نستثمر في أنفسنا. استثمارك اليوم في نفسك هو معناها أن أنت تتعلمي وتصيري امرأة متعلمة ومثقفة. اليوم العلم والثقافة ليست يعني محصورة على الناس اللي خلصوا الجامعة ولا اللي يعرفوا القراءة والكتابة. الآن في كتب سمعية، إذا أنت ما تقرأي، ما عندك وقت للقراءة، بإمكانك تحطي كتب سمعية وتسمعيها أثناء ما أنت بتعملي أو بتشغلي وقتك، سواء كان في أعمال المنزل، سواء كان في الوقت اللي تقضيه في السيارة عشان تروحي مشوار، سواء كان في أي وقت فراغ، سواء كان قبل النوم. في بدائل. اليوم ما عندك عذر بالجهل. الجهل اليوم غير مقبول على الإطلاق. لذلك إذا كنت تفكري في التجارة بدل من التفكير في التجارة المالية والاستثمار في المال وطلب الربح، أفضل استثمار وأضمن استثمار هو أن أنت تستثمري في نفسك. كل ما استثمرتي في نفسك أنت ما رح تخسري على الإطلاق. على الإطلاق لما أقول تحديدا معناها على الإطلاق، على الحقيقة. لأنك اليوم لما تتعلمي وتتنور وتصيري إنسانة مثقفة، رح يظهر أثر علمك وثقافتك هذا كنتيجة في حياتك مع أولادك، مع زوجك، مع المجتمع من حولك. حيظهر كأثر إنه أنت إيش قادرة تقدمي لهذا المجتمع. هل تبغى تضيفي شيء للحياة ولا تكوني أنت زائدة على الحياة؟ اليوم لما أنا أكون معجبة بامرأة معينة أنها هي قدرت تسوي وتفعل، لازم أسأل نفسي ليش قدرت هي؟ ما هي امرأة وأنا امرأة. لازم أعرف أن الجواب بسيط جدا، هي استثمرت في نفسها وأنا توقفت أساسا ولا استثمرت لا في نفسي ولا في الآخرين، وخليت الحياة تمر من خلالي بدل ما أنا أمر من خلال الحياة.
نحتاج نوقف أنا وإنتي اليوم وقفة صريحة نصادق فيها أنفسنا ونكون صادقين. إيش مشكلتي أنا مع الحياة؟ ليش ما أقدر أضع بصمة في هذه الحياة وأترك أثر في هذه الحياة؟ لازم أرجع بصدق وأقول إني أنا ما بستثمر في نفسي، أنا بستثمر دائما في أولادي أسعى أنهم يدرسوا أحسن دراسة ويتخرجوا ويتزوجوا ويعيشوا حياتهم يكونوا في وظائف جيدة، واعتبر هذا نجاح. صحيح نجاح كمهمة أديتيها، لكن مو استثمار. استثمارك في نفسك أقوى وأعظم. لما أنت تستثمري في نفسك أنت بتوجهي دعوة غير رسمية لكل من حولك أن يفعل نفس فعلك ويحذو نفس أثرك. اليوم لو عندك بنتك وتشوفك أنت بتقرأي وتنوري وتصيري إنسانة مثقفة، هي راح تحب تكون زيك لأن أنت قدوتها. الأبناء يتعلموا بالقدوة. لما يشوفك زوجك أن أنت بتستثمري في نفسك راح تكبري في عينه ويكثر احترامه لك. ولما يشوفوك أولادك الشباب تسوي نفس الشيء راح يكونوا متطلبين جدا في الحياة، ما راح يقبلوا يرتبطوا بنساء ما عندهم طموح مع أنفسهم. فأنت المثال وأنت القدوة. فتخيلي هذا الأثر كله اللي تتركيه في الحياة، إيش عظم الأجر فيه. هذا الأثر أو الاستثمار اللي أنت تستثمريه في نفسك في الحياة الدنيا بإذن الله تعالى، إذا نويت أنه يكون لله سبحانه وتعالى، راح يلحقك أثره ونتيجته وبركته في الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فالعلم الذي ينتفع به مو لازم يكون كتاب، ربما يكون بسبب أن أنت تعلمتي قدرت ترشدي الآخرين، قدرت توجهي أولادك توجيه صحيح يرضي الله سبحانه وتعالى، قدرتي توقفي مع زوجك موقف يرضي الله سبحانه وتعالى معاه، قدرتي تقدمي للناس الشيء اللي ما تقدر أي نساء أخريات تقدمه. فهذا من الأثر الذي يبقى لك في الآخرة بإذن الله تعالى. إذن أرجع أذكرك أنه أعظم استثمار اليوم تحتاج تستثمري ليس استثمار مادي، إنما استثمار في نفسك وتطوير في ذاتك وتعلم مهارات الحياة والتعرف على نفسك من خلال طلب العلم أو القراءة والثقافة النسائية. كذا أكون خلصت معاكي موضوع الاستثمار الذاتي اللي هو موضوع مهم جدا، وأنا كنت حابة أني أطرحه عليكي، لكن كنت أنتظر اللحظة المناسبة لطرحه. أتمنى حلقة اليوم تكون نالت استحسانك، وأتمنى ألتقيك في اللقاء القادم، وأتركك الآن في حفظ الله ورعايته. في أمان الله.